السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا. عارفة اني مقصرة معاكم في الفيديوهات، بس ان شاء الله بإذن الله نرجع بقى نصور معاكم تاني وننزل لكم الوصفات والتخزينات والحلويات اللي احنا بننزلها. وحشتوني جدا جدا والله، وشكرا جدا على سؤالكم عني. جزاكم الله كل خير، ربنا يبارك فيكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين. عدى بقى رمضان وعدى العيد، وان شاء الله هنبدأ بقى ننزل كده فيديوهاتنا وروتيناتنا، ونشوف معانا ايه النهاردة ان شاء الله بإذن الله. هنعمل مع بعض تخزين الورق العنب. طريقة سهلة جدا جدا، وبيفضل اخضر كده وطازة، حتى لو سبتيه لفترة في الفريزر عندك، ولما تطلعيه بيكون اخضر زي ما هو، وما فيهوش تغيير خالص ولا اي حاجة. يعني انا كنت بسلقه قبل كده وبصراحة ما كانش بيعجبني، كان بيطلع مهري. لكن السنة دي ان شاء الله بإذن الله هنخزنه مع بعض كده اخضر اهو. وتجيبي بقى كده ورقة العنب اللي هي الناعمة والصغيرة كده الحلوة، واحنا طبعا هنقسم الصغير لوحده والكبير لوحده. زي ما انتم شايفين كده جبت كمية الورق العنب اللي معايا انا كده جبت كيلو بس. قلت اجرب يعني. بصوا بقى يا جماعة، احنا كده هنبدأ ايه، نوريكم اهوت. ونمسك كده اللي هي العنقود اللي هو بيكون في العنب الصغننه دي اللي هي في ورقه العنب اهي. هنقطفها كده ونشيلها. عايزه بقى تشيليها عندك وتسلقيها مثلا وتحطيها او تشيليها خضره برضو وتحطيها في الحله عندك، في الحله من تحت، وبعدين ترصي عليها ورق العنب. عاوزه ترميها براحتك. انا بصراحه ما احتجتهاش، لاني لما باجي اعمل ورق العنب بحط ايه، بصل من تحت وجزر وطماطم، وممكن تحطي بقى قطع لحمه وكده يعني. تمام، انا رميتها صراحة. بصوا انا بقول لكم اهو ان انا رصيت شوية كده بالطريقة دي. طبعا احنا مش بنغسله يا جماعة، احنا بنغسله امتى؟ لما نطلعه من الفريزر، عشان خاطر ما ينفعش ان احنا نغسله نهائي ولا نجيب عليه مية. احنا هنخزنه اخضر زي ما انتوا شايفين. عندك بقى اكياس تلاجة، عندك استريتش اللي هو بيترفي في الاستريتش كده، هيبقى برضو كويس. يعني لو ما عندكيش استريتش رول، ممكن اكياس التلاجة زي ما انا هعمل بالظبط. يعني مفيش اي حاجة هتعطلك. تمام، اي حاجة عندك ممكن تلفي فيها. اهم حاجة بس هتحطيه زي ما انا قلتلك كده بطريقة معينة عشان تعرفي ان انت تلفيه وترصيه على بعضه اهو. زي ما بوريكم كده الحاجات دي اللي هي بتبقى في ورقة العنب، عايزة ترميها ماشي، تخليها تحطيها عندك في الحلة من تحت، مفيش اي مشكلة. طبعا انا بقى بقالي كتير جدا ولا 5 شهور ما نزلتش فيديو تصوير كده، كله بنزل فيديوهات صغيرة. بس ان شاء الله بإذن الله نقدر ان احنا نرجع تاني بإذن الله ان شاء الله. بصوا بقى كده معانا هنا اهو اكياس تلاجة. هنبدأ ان احنا نلف الورق العنب كده رول. ما عنديش استرتش، بس زي ما قلت لكم يعني مش هنتعطل. تمام، اهو بنلف كده بالراحة. وبنحاول ان شاء الله ان احنا ما نكسرش ورق العنب معانا. بنلفه بالراحة كده واحدة واحدة، وباستخدام بقى البلاستر اللي هو اللزق. يعني هنلزق كده من الجوانب زي ما انتم شايفين. المهم ان احنا بنغطي الورق كله ونلفه كده. بسم الله ما شاء الله، اهو ده شكله اهو. جبت معايا اللزق وهنلزقها كده بإذن الله. طريقة سهلة جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص. هنخلص الكمية بتاعتنا بالطريقة دي. وزي ما قلت لكم ما بيتغسلش. يعني هتطلعيه من الفريزر على طول، تشطفيه كده شطفة وبعدين تسلقيه. احنا طبعا مع بعض هنشوف الفيديو لحد الاخر بقى، وتحطوا اللايك. ولو لسه جديدة معانا يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وان شاء الله فيديوهاتي تعجبكم بإذن الله. لأي حد جديد معانا طبعا كل الناس على راسي من فوق. طبعا انتوا اخواتي وعيلتي التانية، جزاكم الله كل خير يا رب. بصوا هنا بعد ما لفيته كله، ده كان كيلو بس من الورق العنب. تمام، يعني انا قلت كده كل ما انزل الاقيه قدامي حلو اجيب. ماشي اهو. احنا بعد كده ما خلصنا ولفيناه، طبعا حطيته في الفريزر تقريبا اسبوع، وحبيت ان انا اطلع منه شوية عشان نسلقهم. تمام، انا هنا خدته كده اديته شطفة تحت الحنفية، وحطيت جنبي بقى الحلة كده عشان هنسلق ونحشي ونجرب. بصوا اهو. بصوا ما شاء الله، انا بس حبيت اوريكم انا خرجته من الفريزر اخضر زي ما هو وما فيهوش اي حاجة خالص. تمام، هناخده كده بقى نسلقه ونخلص بقى السلق بتاعنا ونلف الحلة بتاعتنا دي. بس طبعا انا كنت عاملة من تحت كرنب، ومن فوق كده حاطة ورق عنب وكان فلفلاية كده عشان بيدوا طعم حلو.
وبصراحة لونه زي ما هو وما شاء الله عليه، كان طعمه كمان احلى واحلى اهو زي ما انتوا شايفين. اهو زي ما قلت لكم كنت عامله كرنب معاه وفلفل. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم واوريكم كمان مستوي وجميل جدا. شكرا جدا لكم على المشاهده، جزاكم الله كل خير، اشوفكم على خير، مع الف سلامه.